مساء الخير مشاهدي ومتابعي موقع الجمهور في كل مكان. معانا لايف جديد، واقعة إهمال طب جديدة بطلها الطفل آدم اللي عمره في الدنيا يدوب شهر، إلا أن إرادة الله كان أن يكون هذا عمره عشان يكون شفيع لأهله بإذن الله. لكن بعيدا عن إرادة الله، إن سبب الوفاة مش سبب واحد، ده عدة أسباب رجع الإهمال طبي جسيم اتعرض ليه الطفل آدم من قبل الأطباء في المركز الطبي أو المستشفى اللي اتحجز فيها من أول ثانية من ولادته. شهر كامل أسرة الطفل بأكملها عاشته في خوف ورعب من حدوث ما لا يحمد عقباه، إلا أن جاءت مشيئة الله وكانت كلمة النهاية بوفاة الطفل آدم. التفاصيل والكواليس كلها هنعرفها من والدته ووالده اللي قلبهم اتحرق على ضناهم. مساء الخير. فاطمه العيط المحاميه مامة آدم. تمام، عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي حصل يوم 13/1 اتولد آدم. كان بيعاني من صعوبة في التنفس من الدرجة الأولى، فالدكتور أو المستشفى اللي أنا ولدت فيها كانت في مركز اسمه الحياة، قال لي لازم حضانة، هما مش عندهم هناك حضانة يعني. ففي حد بيشتغل في مستشفى دار الإسراء برضو بالورايه، مستشفى خاصة، فرشحها لنا، فودينا آدم هناك. لما ودينا آدم هناك قعد يوم والتاني على أسباب هم من نفسهم مدينا تقرير إن عنده صعوبة في التنفس، وكان على جهاز اسمه سباب. عملنا تحاليل، قالوا لا الCRB بتاعه كويس، ما عندوش أي مشاكل تانية غير صعوبة التنفس. وبعدين لما عملوا إيكو قالوا في ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي ومشكلة في القلب، تضخم، وده نتيجة ان انا جالي سكر حمل فأثر يعني على الولد، على الرغم ان لو في تأثير فبرضه خطأ طبي من الدكتور. المهم فضل يوم التاني الحالة بتتحسن والأشعة بتقول الكلام ده والتحاليل مش انا. كنا مع الدكتور فقال لا ان شاء الله هينزل النهارده، نزل ويوم ولا 2 وآدم يعني يشوف موضوع الرضاعة ويروح. آدم مروحش، ما جاش. آدم تعب اكتر وطلع على جهاز التنفس الصناعي. فاحنا بنسأل ليه طلع جهاز تنفس صناعي، احنا مش فاهمين. قالوا لنا حالته اتدهورت والالتهاب الرئوي من الدرجة الثالثة والرابعة. طبعا الحقيقة ان هو كان شرق منهم، يعني حاجة طبية غلط من عندهم، فهو مش هيقول لي الكلام ده. لما آدم حط على جهاز تنفس الفترة دي كانوا بيسمحوا لك انك تشوفيه في الحضانة؟ كنت بشوفه دقايق. انا قعدت اصلا يعني هقول لحضرتك على حاجه. في الاول طبعا كان موضوع ان انا اشوفه صعب شويه بسبب الخياطه وكده، بس انا نزلت لابني لان كمان كانوا طلبوا حقنه مستورده الفجر، على الرغم ان احنا بندفع باكج يعني 3000 جنيه في اليوم. اليوم كان ب 3000 جنيه؟ اليوم ب 3000. ابني قعد 31 يوم. ده بخلاف الادويه المستورده. 31 يوم يعني مبلغ كان كبير جدا. طبعا احنا داخلين في 150,000 جنيه، وما كانش عندنا مشكله في قصه الفلوس، يعني كنا عندنا استعداد نعمل اكتر من كده. اكيد. المهم ان آدم حالته اتدهورت واتحط على التنفس الصناعي شويه نتيجه ان هو شرق وخطأ طبي من الدكتور. بعد كده حالته اتحسنت. طب احنا قاعدين ليه؟ قاعدين علشان مشكله القلب. تابعنا مشكله القلب والحمد لله، ومعانا الايكو بيقول الكلام ده ان القلب عندي بيتحسن. طيب وضعنا بعد كده آدم الCRB بتاعه عالي، جاله ميكروب في الدم. جاله ميكروب ازاي وابني داخل نيجاتيف؟ ومعانا برضو تحاليل بتقول الكلام ده. لا اصل هو ما بيبانش في اول يومين. طيب لحد يوم 20 آدم حتى الCRB بتاعه لما عالي نتيجة الالتهاب، وده الكلام اللي قالوه الدكاترة ان ممكن فعلا انت لو عندك برد بيعلى شوية CRB. طيب هدي ونزل تاني 12، بعدين بقى نيجاتيف، يعني آدم ما عندوش ميكروب. فجأة لقينا نسبة الميكروب عنده عالية، فالدكتور بتاع القلب طلب تحاليل اتعملت في 57 وفي يعني المستشفى. هو كان داخل كويس، ما كانش فيه عنده ميكروب؟ لا لا لا، ما كانش عنده ميكروب. او جاله الميكروب من المستشفى، من المستشفى، من الحضانه طبعا نتيجه الاهمال وعدم النظافه. وانا هدي لحضرتك صور الحضانه. تمام. فدخل آدم يعني طلبوا الدكاتره تحاليل اتعملت في 57. قالوا ان التحاليل جابت ان جاله ميكروب اسمه كليبسيلا. كليبسيلا ده ميكروب مميت وعدوى. حرفيا قالت عنه الدكتوره امال بشلاوي ان ده العين، ده استشاري امراض الدم فابوريش، لان احنا كنا مش ساكتين. قالت عنه ايه؟ كليبسيلا العينه، حرفيا قالت كده. أيوة. كل الدكاتره اذا كان دكتور وسام محمد، دكتوره امال بشلاوي، دكتوره ماجي لويس وغيرهم قالوا لنا الميكروب ده العين.
بس مش ادم لوحده اللي كان جاله الميكروب. المهم المستشفى كانتش فاهمانا طبعا، هما مدينا تحاليل تانية. ثواني، يعني ايه مش ادم لوحده اللي جاله الميكروب؟ عنده ابن الدكتور اسمه حمزة، تمام. برضو قالوا ان هو جاله الميكروب. ابن الدكتور المعالج ايكولاي وكليبسيلا، كان اتولد في نفس اليوم ودخل معاه الحضانه في نفس الوقت. كانوا هو كان ليه 3 في الحضانه، والتحاليل بتقول ان عنده ايكولاي وادم عنده ايكولاي، بس كليبسيلا دي مش هيدينا التحاليل بتاعت ابنه، لكن عرفنا موضوع ايكولاي وهم قالوا لنا على فكره الكلام ده. بس تحليل بنته جه، لان هو ادانا تقرير بنته تحليلها على انه بتاع ادم، شطب على اسم بنته وادانا التحليل بتاع بنته على انه بتاع ادم. فاحنا رحنا استعلمنا عن التحليل لان هو كان في الفا، لقيناه باسم بنته خديجه عبد الرحمن، ومعانا التحليل. تمام. يعني ابنه الله يرحمه نتيجه اخطاء طبيه، حرفيا هو قال كده. فانت سكت عن اخطاء ابنك عشان انت عندك كلك مخالفات، اولها الدكاتره منهم اللي هو معهوش رخصه مزاوله. يعني ما كانش حاله واحده، ما كانش حاله ادم، لا كان كذا حاله، ادم وحمزه، وكان في ولد قبل ادم اسمه فلوباتير ميخائيل، والولد ده خرج. المفروض ان لما يجي الميكروب ده الحضانه دي كانت تتقفل على الاقل 6 شهور. حصل كده في مستشفى الساحل. لو حضرتك عملت حضرتك لو عملتي يعني هتلاقي ان ده عدوى اصلا، يعني اعملي سيرش كده، انت مش دكتوره بس هتلاقي ان ده عدوى، ومستشفى الساحل اتقفلت فيه واتعقمت. هو ما عملش الاجراءات دي، هو معلش فلوس داخلاله، مش هيدور على ولاد حد حرفيا، ده يعني بحر فلوس. وللاسف وقع مع ناس، يعني احنا ما كانش عندنا مشكله في الفلوس، كل ما يقول ماشي احنا بقينا نقول له اللي انت عايزه بس خلي بالكم من الولد. اترينا يعني بندفع ثمن موته واحنا ما نعرفش، احنا حرفيا دفعنا ثمن موت ابننا وفاكرينه مع الدكاتره. لا، الدكاتره لقينا منهم اللي معهوش رخصه مزاوله، منهم اللي لسه بيدرس. على فكره مش بقول الكلام وخلاص، انا الكلام ده يعني اديكي كمان اساميهم بارقامهم بالمحادثات اللي كانت بيني وبينهم. فحاله ادم اتدهورت، بقينا بنعالجه من كده كمان. يعني هما بيتدربوا، ما كانوش خارجين؟ لا مش خارجين، ده بيتدربوا في عيالنا. احنا بنوديهم عشان احنا بنودي عيالنا للموت، هم يتدربوا في عيالنا، احنا بندفع ثمن موتهم. جه بعد كده في دكتور تاني تيبه غلط. يعني ايه تيبه غلط؟ يعني ركب له انبوبه حنجريه بطريقه غلط اكتر من مره، هو مش عارف يتيب او مش عارف يركب له الانبوبه الحنجريه دي. ما تعرفيش بقى، صعبان عليه ان تمريض يركبها، صعبان عليه يجي يقول ما بعرفش. المهم لا، انا لازم اعرف، لازم اقضي، لازم اعمل دي دلوقتي، انا هعملها، مش مهم تمن حياه الولد يعني. فحصل له هنا تورم او اديمه. نتيجه الاديمه دي طبعا السي ار بي بتاعه بيعلى اكتر، الميكروب بيزيد اكتر، مفيش مقاومه، المناعه طبعا عماله بتروح، فاهماني؟ طيب في رايل تاني بيركب، الرايل المفروض بيروح على المعده، لا عند ادم راح على الرئه. في ايه اللي اتقال؟ ان هو لما ركبها بطريقه غلط عملت له، طبعا بخلاف ان هي التورم هنا، عملت له ثقب او فتحه في القصبه الهوائيه او الرئه حرفيا يعني. هم برضو ما قالولناش كده. ابني كان بيرضع، وانا اديكي فيديو لادم كان بيرضع لبن. يعني ابني لو عنده مشكله او عيب خلقي من الاول ما كانش هيرضع، لكن ادم كان بيرضع. طبعا ادم الله يرحمه حالته اتدهورت، واضطرينا قالوا لنا هم فهمونا ان عنده عيب خلقي. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل اشعه بالصبغه. جابوا لنا حد، طب احنا رفضنا الاشعه بالصبغه، الاستشاري قال لا لازم تتعمل. وعلى فكره الاستشاري شريك معاهم، لانه على علم ان الدكاتره اللي هناك بتتمرن، وعلى علم ان الدكاتره اللي هناك مش مكمله ومعاش رخصه مزاوله ولا التمريض، واحنا ذكرنا اساميهم في البلاغ بتاع النائب العام، ومش هيقدر يداريهم لان احنا معانا ارقام تليفوناتهم ونقدر نجيبهم، والنيابه تستعلم بقى، هي تطلبهم بطريقتها يعني. المهم قالوا لنا عيب خلقي وعايزين عمليه من 500 ل 600 الف جنيه. احنا ما اعترضناش، احنا ما فيش اي حاجه كانت تقف قدامنا مهما كانت، هنتصرف وهندبر حالنا عشان ولدنا. المهم قالوا لنا ده كمان بتتعمل في ابو الريش، وهم كلموا دكتور اسمه سيد خضر، احنا ما قابلناهوش صراحه. طب رحنا ابو الريش، قالوا لنا انتوا بتقولوا حاجه والاشاعه بتاعت الصبغه بتقول حاجه تانية خالص، انتوا بتقولوا ان في عيب خلقي والاشعه مش جايه بتقول الكلام ده، ارجعوا هاتوا لنا تقرير. رجعنا التقارير والاشعه بتقول ايه؟ ما هم لا، الاشعه بتقول ان في صبغه دخلت الرئه، لكن ما قالتش ان في عيب خلقي. وهم ادوني تقرير ان ادم ما عندوش عيب خلقي. تمام، حلو كده. طيب انت ازاي اديت له صبغه او ازاي عنده مشكله؟ المهم وعملنا سونار، السونار كويس جدا، واداني تقرير تاني
ان ادم ما عندوش مشكله ولا الصبغه دخلت الرئه. التقرير ده خدناه ازاي بقى؟ كان حرفيا حوالي الساعه 1:30 او 2 بالليل يوم 11/1 11/2 يا ربي. لما رجعنا من ابو ريش عايزين بقى تقرير بالاشعه، ما عندناش تقارير. يعني ايه ما عندكش تقارير؟ في مستشفى هتاخده قبلها، ما فيش مستشفى ريدي تاخده عشان خاطر كليبسيلا. كله قال لك عدوى، انا مش هبهدل الحضانات عندي عشان طفل، الحضانات فيها اطفال كتير، فكان ابني ضحيه وانا مش هرمي ابني في الشارع. فانا كنت مجبوره عليهم وهم مجبورين علينا. ما كانش ينفع تنقليه، ما كانش ينفع، ما فيش مستشفى راديو. كليبسيلا دي حضرتك انا بقول لك اعملي سيرش عليها، حاجه لعينه في كده ما ينفعش، وهم خافوا على العيال اللي موجوده وده حقهم طبعا. فالنتيجه ان ابني دفع الثمن. طيب لما رحنا جبنا الدكتور، لما فابوريش طلبوا تقرير قلنا له عايزين، قال لك اصل احنا ما عندناش دكتور اشعه ده فني. طب دي اشعه بالصبغه والدكتور لازم تقرير، وازاي اصلا تعمل اشعه من غير دكتور؟ عايز يعرف ادوها ازاي. قال له هو اداله 10 سم صبغه، 5 سم في الرايل و5 سم في البيبرونه. طيب ومش دكتور اللي عملها، تمام. النتيجه برضو ان الولد شرق صبغه بقى المره دي بعد ما طبعا بيجرب. بعد ما ادم كان 8 ايام على نزل، والمفروض ان احنا قاعدين عشان قصه المنظار هنعمله بعد الصبغه اللي مش ظاهره ولا نروح بيه فين. حالته اتدهورت تاني ورجع فينت، تنفس صناعي اصعب. حصلت طبعا مشكله كبيره بيننا وبينهم، مش هقول لك لا، وخربنا الدنيا معاهم. وكان نتيجه ده منعوا عن ابني اشاعات وتحاليل يومين اتمنعت عن ادم الاشعه والتحاليل. يمكن لو ما كانتش الاشعه اتمنعت عنه كانوا لحقوا ادم. نتيجه ان هم منعوا. اختي اتصلت بيا وانا عند الدكتوره ماجي لويس، قالت لي ده حصل 1 2 3. قلت لها اتصلي بالنجده، خلي النجده تجيلك. وفعلا النجده جت، كنت انا جيت، قلت له بعد اذنك قبل اي كلام اطلع معايا الحضانه في الدور الخامس. طلع معايا الحضانه، وريتها له، قلت له ده المنظر اللي ابني فيه، انا بس عايزه اثبت الكلام ده قبل اي كلام. وبعد كده طلعنا الدور السابع مع الملازم طارق، وحرفيا قال دي مش حضانه. المهم حصلت مشاده، هددونا ان هينقلوا الولد على الهاي سيتنج في الفينت، ما ينفعش انه يتحرك وحالته خطيره. طبعا الموضوع احتد بينا وبينهم، رحنا القسم وامه كانت معانا، انتوا منعتوا الاشعه والتحاليل. لا الكلام ده ما حصلش، البنت بتاعه الريسبشن هي اللي بتعمل فتنه بيننا وبينكم، عشان احنا عندنا اجراءات صارمه في المستشفى، احنا ما بنسيبش حد. وهي غلطت والدكتور جزاها وعاقبها. فاحنا طبعا مامته دي محاميه اسمها الاستاذه هانم محمد، وبالاضافه لانها محاميه كانت طبعا بتتعامل معانا لانها ماسكه الشؤون القانونيه، وهي اللي كانت بتجيب لنا الادويه المستورده. يعني حقنه الاي في مثلا عامله 6000 جنيه، في حقنه ثانيه البومين 2100 كده. احنا بنتكلم في ارقام بالشكل ده، واحنا مش هنعرف نوفرها لانها ناقصه ومستورده، فكانت هي اللي بتجيبها لنا. الامور احتدت بينا وبينهم، واحنا في القسم طبعا قالوا لنا الولد احتمال يكون توفى. انتي مكاني تسمعي ان ابنك توفى هتعملي ايه؟ هتجري، مش هفكر في حاجه. ده اللي حصل، كلنا مشينا. ففضل اخويا في القسم لوحده، وهي مامة الدكتور اللي هي المحاميه دي، فكانوا مع بعض في القسم. المهم 5 ساعات، واضطر اخويا يتنازل وهي اتنازلت. وعلى فكره ما تذكرش اي حاجه بقى عن البلاغ، على الرغم ان هي كانت قطعت التقرير الطبي قدام الضابط، وهو حرفيا قال اشهد بالكلام ده، ولو اتعمل محضر انا هثبت الكلام ده. حضرتك عملت المحضر؟ لا ما احنا بقول لك مشينا، ابننا بيموت. عملت المحضر بعد كده. ما خلاص ابني مات، انا رجعت لقيت ابني في حاله صعبه. المهم قعدت صراحه تعتذر، وانتي بنتي وابنك ده مش عارف ايه، واحنا يهمنا الولد وسمعه المكان ومش عارف ايه في المكان وقرف المكان حرفيا كده. واخداني بقى تحت باطها، ده انتي تلمستي، ده انتي لسه عارفه انتي الكلام ده كده. هو كان الوضع كده يعني. ونزل اخوه برضو هو دكتور تخدير. ولا المهم الموضوع اتلم. فضلنا احنا قاعدين طبعا لحد الصبح على كافيه جنب المستشفى، لحد ما قالوا لنا طب الولد لسه عايش وهاتوا الام تطمن على الولد. لو الام اطمنت طلعت شفت ابني، راح بابا ساب لهم في اليوم ده كمان 2000 جنيه ومشينا، وعلى اساس بقى ان احنا تاني يوم هنشوف هنعمل ايه. تاني يوم ده حرفيا ليله الوفاه. احنا نزلنا رحنا المستشفى شفناه، الولد حالته متدمره. رحنا للدكتور امال البشلاوي، قعدنا عندها 5 ساعات، لان الست دي عشان تقابليها تحاليل واشاعات، يومين تحاليل واشاعات، على الرغم ان في حاجات احنا خدناها عملناها بره. كان ممكن يتلحق. طبعا كان ممكن يتلحق. ما حدش لحقه، ما حدش دور عليهم، ما كانش همهم الا فلوس. هم ما كانش همهم اي حاجه الا فلوس. واحنا قلنا لا هنقبل عزا ولا هنعمل حاجه لما ناخد طرنا. انا ما عنديش ده، احنا لما ناخد طرنا
احنا مش لينا حق، احنا لينا طار. وعلى فكره كان من ضمن الاخطاء بتاعه المستشفى ان انت عندك طفل عنده عدوى، دخل طفل تاني عليه اسمه مالك محمد صالح ووالده موجود ويشهد. احنا اما قابلناه قلت له انا بريئه من ذنب ابنك عشان ابني عنده عدوى وابني عنده ميكروب في الدم، فانقل ابنك، انا بريئه منه. وفعلا نقله، ربنا يا رب يبارك له فيه، ابنه عاش وانا ابني مات. يعني بصي ابني طبعا احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، واحنا في بلد قانون، واحنا طبعا عايزين حق ادم. لا طار ادم، احنا لينا طار، مش لا طار ادم. انا مش هقبل كلمه حق. طبعا بالقانون هناخد حق. قولي يا رب. بصي انا هقول لك على حاجه، احنا بلد قانون، احنا يعني عملنا اجراءاتنا القانونيه طبعا، واحنا مستنيين الجهات المسؤوله تتدخل. طبعا. وفي يعني في بلاغات كتير اتعملت والعلاج الحر، واحنا معانا صور بتقول الكلام ده، احنا ما بنقولش. هوريكي شكل الحضانه عامل ازاي، انا ما عنديش اي مشكله. والمكان القرف اللي ابني كان فيه، بس انا اتجبرت عليه لان ابني كانت حالته ما كانش ينفع يتنقل. طبعا. بس يعني احنا على فكره كانت الاستاذه ممكن تحكي لك بنش على الاندكشن او احنا معانا خالد ادم هتحكي لنا برضو التفاصيل. هو سريعا بس انا كنت حابه اقول حاجه. كنت انا يوم حاله الوفاه كنت انا واستاذه هدى خالد ادم، انا صديقه الاسره، تمام. كنا احنا اتنين موجودين في المستشفى، واستاذه فاطمه كانت في القسم هي والباشمهندس مصطفى. اللي حصل فاللي حصل ان الولد كان جاله ارست، تمام. ارست يعني زي ما حضرتك عارفه يا يتلحق في خلال دقايق يا ما يتلحقش. أيوة. فاحنا حاولنا انا واستاذه هدى طول ساعه ونص بنسال في الريسبشن، يا جماعه لو سمحتوا عاوزين نعرف الطفل عايش ولا توفى. مفيش اي معلومه نهائي خالص. يا جماعه لو سمحتوا احنا مش عايزين نطلع. بالظبط يا جماعه عايزين نعرف. يعني مع احترامي ليكي، انا خالة ادم. انا حرفيا اتصلت بالدكتور دكتور احمد اللي كان موجود في الحضانه، قلت له انا عايزه اعرف ادم عايش ولا ميت. قال لي ايه ده في ارست؟ قلت له انا عارفه ان هو في ارست، بس انا اعرف ابني عايش ولا ميت. قال لي ده حصل له كذا ارست. قلت له يبقى ميت بس انت بتحاول. قال لي لا اقفلي حضرتك دلوقتي، انا مش هقدر اديكي اي معلومات. ده حرفيا اللي الدكتور قاله لي لما كلمته في الحضانه، ساعه ونص كامله حرفيا بنفس الطريقه كده، واكتر من وقت كتير قاعدين بنتصل بيهم واحنا واقفين تحت في الريسبشن. كنت انا وهدى بس اللي موجودين. الدكتور كان عايز اي حد، ده لما قالوا ان الولد توفى يطلع يستلم الطفل، لان هم عرفوا ان الاستاذه راحت القسم. فنزل في حد هناك اسمها استاذه ايه في الريسبشن، نزلت سالتني انت خالة الطفل؟ قلت لها اه. طيب اطلعي كلمي الدكتور. قلت لها اسفه مش هينفع. لا لازم تطلعوا تكلموا الدكتور. قلنا لها ما حدش هيطلع، والد الطفل ووالدته الاثنين مش موجودين، تمام. فدي كان برضو حاجه عملوها هناك. انا بس حابه اقول حاجه اخيره، يعني ادم ربنا يرحمه، بس حقيقي والله اللي اتشاف كان كتير قوي. هي بجد ما شالتش ابنها غير متوفي. مكان زي دوت، يعني انت اصلا ما عندكش انفكشن كنترول، يعني تطلعي الحضانه حرفيا انت مكان مش نظيف اصلا، ما فيش حد متعقم. انا لما طلعت الحضانه في يوم لقيت الريسبشن استاذ حد من الريسبشن واستاذه ايه وتاتا تمريض، واحنا كل ده موجود جوه الحضانه. انا قلت للدكتور بعد اذنك يا دكتور احنا محتاجين نطلع بره عشان اطفال، تمام. حاجه كمان، فكره ان ادم ما كانش عنده الميكروب دوت، وان هو كان داخل كل حاجه فيه كويسه مفيش ميكروب، ان هو ما يقدرش ينكر ان الميكروب ده ما جاش اصلا مزرعه يعني اللي مزرعه بعدها دم. هو فهمنا ان في مزرعه بصاق ومزرعه دم. احنا اتفاجئنا ان في المستشفى كانوا عاملين مزرعه بصاق ومزرعه للسنتر لاين اللي كان راكب، والسنتر لاين زرع. يعني الاجهزه عندك او الادوات نفسها شالت الميكروب اللي شاله ابني، وجابوا نفس الميكروب اللي هو ايكولاي اللي انت بتقول عليه ده، غير كليبسيلا. فاهماني؟ طب مزرعه دم لا ما لقيناش. انا عملت لهم انذار على يد محضر، اديني حضرتك الاشاعات بتاعت ابني اللي ناقصه بتاعت الايام 1 و2 و3 عشان الاشاعات دي بتقول ان في خطا طبي. قال لي ضاعت، اديكي ثمنها. معلش الناس دافعه الارقام دي مش مستنيه تمن حاجه من حضرتك، انا عايزه الاشاعات دي عشان تثبت حق ابني. طب انت عندك الاشاعات ضاعت، في افلام موجوده على الاجهزه عندك. عارفه قال لي ايه؟ قال لي لا اصل احنا بندلتها اول باول. ده حرفيا. لا وقالوا مش دايما بيعملوا حرفيا كده. ان استاذه ايه طارق حرفيا قالت لي على موضوع الاشاعات ان هم ممكن يسجلوا الاشاعات كده اوريدي ورا بعضها، بس ما تسجلش وما تتعملش. طلعت انا قدام دكتور اسلام ومعايا محمد اخويا محامي، طلعنا فتحنا الملف بتاع ادم. قال لي حرفيا كده بيتعمل له، ومفيش طفل بيخش على جهاز الفنت فاول مره حتى يعني ما يحصلوش ما يتعملوش اشاعه واتنين عشان نعرف ايه السبب الرئيسي لدخوله على الفنت. للاسف انكروا تحت في الريسبشن والدكتور نفسه وقالوا لنا الاشاعات ضاعت، اعملوا اللي انتوا عايزينه خلاص. دفع الثمن
اخطاء ملوش ذنب فيها. ابني جه عشان يتألم، ادم جه دفع ثمن، احنا مش هنسيبه والله العظيم ما هنسيبه. يعني احنا بنقول دولة قانون مع احترامنا للقانون مع للاخر، بس احنا مش هنسيب حقه. يعني ايوه احنا بنطالب ان القانون ابني عمل ايه يا استاذه؟ ابني عمل ايه؟ انا بس عايزه حد يقول لي ابني عمل ايه في حياته علشان يجي من مستشفى يطلع يطلع من بطن امه في قلب مستشفى، يطلع منها على مستشفى ما يدخلش بيت ابوه غير ميت. ابني سريره واوضته ولعبه وحاجته كلها انا لما كنت بروح يعني عارفه بكلمه اقول له ادم احنا مستنيينك، احنا عملنا لك، احنا مجهزين لك حاجات كتير قوي. ابني طلع على قبره، انا ما شلتش ابني الا وانا رايحه اوديه قبره. معانا والد الطفل ادم، اتفضل. مش هقدر اقول كلام اكتر من اللي احنا اتقال. عارفين ان شهر بحاله حضرتك بتتألم، يعني عايزين حالة حضرتك خلال الشهر دوت حضرتك عملت ايه؟ الاجراءات القانونيه اللي مشيت فيها، تفاصيل من حضرتك. من ناحيه عملنا ايه، فاحنا كنا بنحاول على قد ما احنا نقدر يعني كماديا، لان احنا مش دكاتره علشان نحاول ننقذ الولد، لكن للاسف احنا كنا حاطين في دماغنا ان اللي احنا بنتعامل معاهم دول دكاتره، بس دول للاسف يعني دول مش دكاتره وما يرتقوش لدرجه ان هم يبقوا دكاتره. ولا القسطره بتاعت السره، عايز اقول لك واذا كنا يعني اخطاء طبيه من الاول للاخر اكتشفناها، اخطاء طبيه للاسف كانوا بيتعمدوا ان هم يعملوها لمجرد ان هم يستنزفونا في فلوس او يوفروا في فلوس. دي مش بقولك بيكيتهم. في مره من المرات وانا بتحاسب معاه بقول له طب يعني انت خد فلوس اهي وكذا ونتحاسب على كذا وبتاع. قال لي انا الولد انا صارف عليه كتير وكلام من ده، وادي ورقه احنا صارفين على الولد اكتر من اللي انتوا دافعينه. قلت له ازاي يعني صارفين على الولد اكتر من اللي احنا دافعينه؟ يعني مطلع لي شيت كده اهوت، طبعا حطت فيها هو الارقام اللي هو اللي حاسبها. قلت له حضرتك انت لو صارف على الولد حاجه تمام كنت من اول يوم قلت لي انا صارف على الولد قد كذا، وانا كنت قلت لك اتفضلهم، لكن ما تقوليش ما تطلعليش شيت انت صارف على الولد حاجه، انت خسران من مكسبك يمكن، لكن مش لنا ان هو بيصرف على الولد من جيبه. انا لما بدخل اي طفل اي حاله بدخلها، ده دكتور المفروض بيتكلم عن حاله بيقول لي انا لما بدخل اي طفل في الاول لازم بصرف عليه كتير، فلازم اكيت الفلوس دي على بقيه الايام. يعني لازم يحجز الطفل 3 4 ايام حتى ولو هو سليم. ليه؟ علشان هو قال ايه بيصرف عليه اول يوم. تمام. يعني احنا اخدنا اول اسبوع مستنيين ان احنا نستلم ابننا لمجرد حاجات بسيطه عنده وان الولد خلاص كويس وبيتحسن. فوجئنا بيهم برضو من خطأ طبي لخطأ طبي لخطأ طبي لغايه ما انتهى برضو اجل الولد بخطأ طبي اكبر. يعني عايزه اقول لك هم لو قاصدين يقتلوا ادم مش هيعملوا كده. كام خطأ طبي تعرض ليه ادم؟ اخطاء طبيه كتيره. اول خطأ طبي طبعا اللي هو ادى لانه يتحط على جهاز التنفس الصناعي، كانت اول شرقه طبعا ما كانوش معترفين بيها. لا عرفنا ان هو شرق ازاي لما ايه حصل، بقينا نجيب دكاتره من بره ازاي حضرتك عرفت ازاي؟ عرفنا من دكاتره، عرفنا من دكتور لما جبناه علشان يستلم الحاله، وللاسف برضو في اليوم اللي جبناه عشان يستلم فيه الحاله كان الولد حالته تعبانه بسبب الصبغه اللي كانت اتعملت. لا على الطريق لما جبنا والممرض اللي جه المفروض ان هو يستلم الحاله قال الولد ده على فكره كده باللفظ كده البلدي عايزين يلبسوه لكم. ليه يعني في ايه؟ قال الولد كان داخل سليم عندهم من الاول، وادي الاشعه هي اللي تثبت ان هو سليم، ولما هو الولد ده هو اللي لفت نظرنا قال طب خليهم كده يجيبوا الاشعه اللي اتعملت ساعه ما الولد اتحط على الجهاز. طب فين بتاع مزرعه الدم ضاع؟ فابتدينا طبعا نقابه المحامين. ابني لما دخل طبعا التكلفه عاليه قوي على فينت في المستشفى دي، زي على نازل زي على سباب، مع اختلاف الاجهزه المفروض الاسعار بتنزل او بتطلع. انا ابني كان سعر واحد. ليه؟ الحاله يعني بتكلف واحنا ما اعترضناش. طبعا انا عشان في النقابه ايه كانت حاطه لادم 15000 جنيه، فخدت جوابات لادم. عارفه حرفيا قال ايه؟ قال له شوفوا معاكم جوابات ايه تاني واحنا نطلع لكم تقارير وتجيبوا بيهم جوابات، والتقارير دي مش مظبوطه. فانا ما صدقتش. يعني انت هتديني تقرير وانا ماليش اي حاجه عندك؟ قال لي هديكي تقرير. بطاقه اخويا اهي، اخويا محامي، راح مديله بطاقه اخويا.
انا عايزه اقول لك انا ما شفتش تقارير. انا جالي جواب من النقابه ب 18000 جنيه من حساب اخويا. طلع ازاي؟ تقريرين، تقرير ب 13 وتقرير ب 5000. عارفه مكتوب فيهم ايه؟ واحد رعايه مركزه، ده ستيل على اموال النقابه، وتزوير في التقارير لو في تقرير متقدم. بنتكلم طبعا احنا معانا ده. عايزه اقول لك اخويا اللي ملوش اصلا تذكره في المستشفى، اتعمل له ان هو في رعايه مركزه، واتعمل لاخويا كمان ان هو هيعمل حصوات مش عارفه في الحالب بالمنظر 13000 جنيه، رغم ان هو اساسا ما عندوش يعني احنا ما كناش مصدقين. عارفه انت لما تقولي هعمل لك كذا، فانا بس اللي هو عايزينكم ندفعوا فلوس. اي فلوس، انت في اي فلوس. المستشفى، انت في المستشفى المفروض والجوابات هتعمل دي لواحد احنا ما عملية خدناهاش. حصوة في الكلى، تمام. الجوابات دي لسه في انت المستشفى. اساسا ما عندكش اساسا قسم مسالك بوليه. يعني احنا لا، دفعنا يعني. الفلوس دي. ادم يوم وفاته بابا دفع 24000 جنيه اخر الحساب. فحضرتك الجوابات دي احنا واحنا انشغلنا في موضوعنا ما رجعناش تاني. عايزه اقول لك حتى الادويه، طبعا احنا بنتكلم في ادويه بالالوفات، فقلنا لهم لا هاتوها علشان خاطر معلش اللي باقي من حاجه ابني احنا هنطلعه بقى في مستشفى تانية حد محتاجه، صدق على روح ابني. بعتوا لنا حاجات، والحقن ام 6000 ما جاتش، الالبومين ابو 2100 ما جاش. احنا طبعا بنعزيكم يعني حسبي الله ونعم الوكيل. حضرتك لما عرفتي ان ابن حضرتك توفى عملت ايه؟ توجهت لفين؟ شعور حضرتك كان ايه؟ والله انا ما كانش قدامي غير ان انا اجري على ابني، اعرف اذا كان فعلا توفى ولا ما توفاش، لان هم يعني كانوا دايما بيضللوا فينا. والليله اللي توفى فيها ادم اليوم ده كله يعني شبه بنتحايل عليهم. احنا خلاص كنا المفروض يعني خلصنا شويه المشاحنات ما بيننا، وانتوا قلتوا لنا اهم حاجه عندكم ايه؟ قلنا لكم احنا اهم حاجه عندنا حياه الولد، وانتوا وعدتونا ان خلاص انتوا هتهتموا بيه فعلا، وهنبطل بقى يعني ايه شغل العند ده. يعني انا مش عارف ازاي دكتور اساسا يعند مع مريض. يعني مش عارف اساسا انت كدكتور ازاي تعند مثلا مع مريض وتمنع عنه تحاليل دم وتمنع عنه اشعه وهو في حاله حرجه، وانت عارف ان هو في حاله حرجه، لمجرد ان انت تيجي في اخر الليل طب هاتوا فلوس طيب عشان نبتدي نعمل له، هاتوا فلوس عشان تبتدي قلبك على عيالك. طفل ابني ما عملش، ابني طفل افضل طول اليوم اتحايل عليك. طب هتعملوا له اشعه امتى؟ يبتدوا بقى يتوهوا فينا. طب ساعه، طب كمان ساعتين، اصل الولد حالته حرجه. ابنك مات، انا مات، وبعدين ابنك مات حرفيا قال لي نتيجه اخطاء طبيه. طب لما انت عندك اخطاء طبيه انا ما اشيلهاش، هو مش هيقدر يبلغ عن الاخطاء الطبيه اللي عنده. عارفه ليه؟ عشان هو اللي جايب الدكاتره اللي من غير رخصه، علشان هو اللي جايب التمريض اللي من غير رخصه، عشان هو اللي عنده المخالفات. فانا بالبلدي كده تاجر مخدرات عمري ما هروح اقول ابني مات بالبودره، لكن انا مع اني مش مكسوره ليك اسيب طار ابني ليه؟ حرفيا في تمريض، اسيب العيال اللي بعد كده ليه؟ لا وحرفيا كمان في تمريض مش مؤهل انه يقف على حاله ادم في البيت خالص. يعني المفروض مش اي يعني تمريض اللي يقف على الحاله كده. بيدرس. وحرفيا وهم في الاسم انا اللي اتصلت لما هم كانوا عند الدكتور بره، انا اللي اتصلت بالنجده وقالوا لي حرفيا كده اطلعي خدي تحاليل ادم تتعمل بره. طب هتتعمل بره ليه؟ المستشفى اللي بتعملها. قالوا لي لا التحاليل دي تتعمل بره. قلت لهم ازاي؟ ده التحاليل المفروض ما بتقعدش، يعني الاي بي جي ده لازم يتعمل حالا في وقتها. قالوا لي لا احنا مش هنعمل التحليل. الاي بي جي ده لازم يبقى متوفر لسببين، انت عندك رعايه وحضانه، وقانونا قانون طب طالما عندك رعايه مركزه او حضانه لازم يكون جهاز الاي بي جي. جهاز الاي بي جي هم امتنعوا، وانا اللي اتصلت بالنجده، انا خالته وكلمت النجده وقلت لهم ان هم امتنعوا عن التحاليل بتاعت ادم. ومع الاسف يعني بعد ساعه جاي يقول لنا ان الدكتور طلب التحاليل تتعمل تبع الفا. طبعا الموضوع طلعوه من تحت الارض عشان خاطر موضوع ادم يعدي. الدكتور قال الاستشاري وقال ما حصلش، انا ما طلبتش كده. ويوم ما كانوا في الاسم حرفيا احنا طلبنا فيديو، يوم ما كان والدته وبابا في الاسم انا طلبت فيديو انا واخويا ان نشوف الولد عايش ولا لا، عشان جاله ارست بدل مره 2. حرفيا الدكتور عبد الرحمن حرب الاستشاري صاحب المستشفى قال لي الفيديو معايا اهوت، وريهولنا. كان حرفيا ادم شبه بيموت، وقال لي بلسانه كده ان الولد ده هيموت. قلت له دي الاعمار بتاعت الله، واخويا قال له كده، قالوا الاعمار دي بتاعت ربنا الجاحد. ايوه قال لنا الفيديو اهوت، وادم هيموت بعد ساعات. يعني هو حرفيا قال لي كلمه كده. مش فارق معايا، مش فارق ان ادم هيموت بعد ساعات. وللاسف يعني احنا حتى يوم وفاه ادم كان بكل وقاحه من كل المستشفى ان هم طالبين مننا واحنا واقفين قبل ما نستلمه، حتى احنا عايزين فلوسنا قبل ما تخرجوا. راح جاب الساعه 3 الفجر محلول ملح 3% اللي هو موجود في اي مستشفى.
محلول يومين. عايز اقول لك كميه ورق مستهلكات معانا بخلاف الريسيتات بتاعه العلاج، بخلاف المبالغ اللي احنا بندفعها. فاحنا فعلا يعني قدام مافيا حرفيا حرفيا. يعني انا مش فاهمه، مش لاقي رد حقيقي، مش لاقي رد. حضرتك تقولي كلمة لآدم أخيرا. ادم ادم جه عشان يخلي امه تاخد بطار عيال كتير. ادم جه حلم، ادم جه مشي حلم، جه بسرعه ومشي بسرعه عشان امه تاخد بطار. انا ما اعرفش ادم جه ليه، فمش عارفه اقول له غير ان مش هنسيب طارق. لو التمن حياتي قبل حياه ابوك مش هنفرط في طارق. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك. كلمة أخيرة حضرتك تقولها للدكتور. لا هو مش دكتور علشان اقول له كلمة، بس رجائي الوحيد لأي حد يعني يراعي ربنا في مهنته، يراعي ربنا في الناس اللي بيجيبها تشتغل، لأن الناس دي ملهاش دعوة بالطب أساسا. احنا بنعزز حضرتك طبعا. احنا مش هنسيب حقه، وانا بطالب وكل ام بتطالب ان المستشفى دي تتقفل، لان عايزه اقول لك لما نزلنا البوست خشي شوفي كميه التعليقات اللي من الناس على المستشفى دي. انا مش عارفه وزاره الصحه سايباها ليه حرفيا. على فكره احنا ما خدناش عزا لابننا ومش هناخد عزا لابننا دلوقتي، بس السؤال وزاره الصحه فين من ده كله؟ العلاج الحر فين؟ الجهات المسؤوله يعني حاجه بسيطه قوي. اداره الشؤون الصحيه حضرتك من اختصاصها ان لما ادخل مستشفى الاقي قائمه اسعار كده او اللائحه بتاعه المستشفى 1 2 3. احنا ما قابلناش ده، احنا عارفين بنقول له ده زي ده زي ده، يعني المفروض في سعر بتبقى محدداه الشؤون الصحيه والنقابه. ده اللي عندنا، عارفه انت، وانا صباعي تحت ضرسه. انا ابني عندك فعايزه ابني وابني ما جاش. اتفضل كمل كلمة حضرتك للدكتور. كلمتي للدكتور اللي المفروض يعني ان هو دكتور، احنا مش هنسيب حق ادم، وزي ما هو اتمنى له الموت ان شاء الله باذن الله ربنا هيظهر سبب موته، وهيموت وهيشوف اللي ابني شافه وهيرقد رقدة ابني. هيعرف ان سبب موت ابني ده هو اللي هيكون فضيحه ليه هو والمستشفته وللاداره اللي هم والكيان اللي هم عايشين فيه، اللي ملوش دعوه ابدا بالطب. مستشفى وهميه، صف وهمي، كل حاجه وهميه، هم لا اكثر ولا اقل. بيجروا ورا ان هم يستفيدوا ويستنزفوا في الناس. التامين الصحي بس فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. زي ما احنا سمعنا وشفنا كانت الكواليس والتفاصيل في واقعة مصرع الطفل آدم نتيجة إهمال الطبي. متابعين مع حضراتكم كل التفاصيل وما هو جديد في هذه الواقعة. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.